بعد عام على وفاة الطفل المغربي ريان. بعد مرور عام بالضبط على وفاة الطفل المغربي ريان في بئر مهجورة في حادث مأساوي هز العالم، رزق والداه أمس الخميس بطفل جديد. وعبر والدا الطفل عن فرحتهما، وقال أنهما لا ينويان تسميته ريان تعبيرا عن الإيمان بقضاء الله وقدره. وكان الطفل ريان 5 سنوات قد سقط في بئر ضيقة طولها 32 مترا وقطرها لا يتجاوز 20 سنتيمترا في المنتصف بالقرب من منزله بقرية إغران قرب شفشاو شمال المغرب، وبقي فيها مدة 5 أيام. وبعد أن باءت عدة محاولات لإخراجه بالفشل انتشلت فرق الإنقاذ جثته. وتابعت وسائل إعلام عالمية مباشرة محاولات إنقاذ ريان، وعبر عدد من زعماء العالم عن تعاطفهم مع مأساة ريان. وغادرت عائلة ريان القرية هربا من الذكرى الأليمة إلى مدينة تطوان في منزل منحهم إياه العاهل المغربي محمد السادس. وعبر والد ريان عن فرحته بالمولود الجديد، وقال للصحافة المغربية: رغم أنه بالأمس كانت ذكرى وفاة ريان، فإن ولادة طفل جديد لنا اليوم أعادت الفرحة إلى قلوبنا. وأضاف: لا يمكن أن نسميه ريان، لأن ريان أخذه الله عز وجل، ونحن راضون بقضاء الله.